السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم على خير وبخير. طيب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام داخل المغرب وخارج المغرب. اليوم إن شاء الله درت هذا الفيديو باش نشرح لكم السبب ديال الغيبة ديالي الطويلة ديال هذه المدة كاملة، تقريبا هذه شي 3 شهور، وعلاش حبست وما بقيت لا حطيت لا فيديو لا والو. وبلاش كانكم كنتو كتسائلوا علاش علاش حبسات، علاش ما بقاتش كتحط لا فيديو، ما كنجاوب لا على اسئله لا على والو. المهم من بعد غادي نقول لكم كل شيء. وقبل ما نقول لكم، قبل ما نعاود لكم القصه ديالي علاش وقفت هذا، بغيت نوريكم الطبيعه كيفاش تبدلات وكيفاش تبدلات الوقت. وها نتوما هاد الدجاج ديالي وهاد البيبيه مسكينه حتى هي عندها قصتها طويله، حتى هي راها كتعرج. المهم غادي نقول لكم كل شيء. ودابا شوفوا معايا الطبيعه بعدا وشوفوا الجريده اللي انايا درت هنايا. ها هي الجريده ديالي هنايا راه باقي ان شاء الله يلا درتها. دايره شويه النعناع، هذاك راه الفول وشاد عليها النعناع. والجلبانه هي راه باقا ما ناضت، كاينه وحده ناضت، يعني درناهم شويه درناهم مخالفين على حسب الوقت. هنايا درنا الربيع ما ناضش، ما عرفت مال الزريعه مالها ما ناضتش. وراه الجلبانه حتى هي منبته. هنايا كاينه الشبكه، كاينه الشبكه داكشي علاش ما دخلتش. المهم من بعد نوريها لكم عن قرب. هذه البصله والبربه حتى هي نقرب لعندها وتشوفوها. والبربه هي دابا هادشي كله خاصو الخدمه. وبقاو معايا نيت تشوفوا الطبيعه ديالنا كي ولات، راه ولا كلشي تبارك الله وصل على النبي. لابس كسوه خضراء، يعني كلشي خضر كلشي غزال تبارك الله. هانتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. شهر الربيع تبارك الله، واخا باقا ناقصانا شويه الشتا. المهم اللهم لك الحمد، نتمناو ان شاء الله. وهذه حتى هي جلبانه، ها هي حتى هي ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما تبارك الله الطبيعه كي دايره، شوفوا معايا كما قلت لكم كلشي لابس كسوه خضراء. الطبيعه تبارك الله وصلها على النبي، غير شويه الشتا الخير موجود تبارك الله الربيع. وحتى الدجاج ديالي فرحانه هو، غير شافني هبط سبقني هو كيحسب لي ديت ليه الماكله، مشى تبارك الله. انتم كتشوفوا نيت هذا الربيع، هذا زرع درناه هنايا للغنم النيت. انتم كما كتشوفوا كيما كيبان لكم الفرق. هاد البلاصه كتبان شويه شهبه والاخرى كتبان خضراء، يعني هذه كليناها والاخرى باقي ما كليناهاش. هذيك لوها الغنم كما قلت لكم، انا كنقول كليناها كلاتها الغنم. والدجاج كما قلت لكم تابعني من اللور. والطبيعه نيتها في ديك الجهه، هانتوما كتشوفوا تبارك الله. كما قلت لكم كلشي خضر كلشي غزال تبارك الله. هاد الوقيته دابا ديال هاد الوقيته ديال زريعه الحمص، راه الناس كتزرع الحمص. وكما كنقولوا حنايا نيت كنقلبوا الذره، عندنا القليب ديال الذره كنقلبوا الارض باش يضربها الريح باش يزرعوا عاوتاني الذره. هذه الوقيته ديال الحمص والقليب ديال البلاد. والدجاج ديالي راه نتوما كتشوفوا فيه راه سبقني وحبس في الباب، سبقني وحبس كيسايني وقتاش اللحق كيحسب له رجت ليه الماكله. هانتوما كتشوفوا هنا غير الدجاج تبارك الله وصلى على النبي. هذا الدجاج ديالي كما قلت لكم راه جاي كيسايني كيحسب له رانا جديه الماكله. هو في هاد الزرع كما كتعرفوا البلاصه اللي كيكون فيها الدجاج راه ما كيخلي لا زرع لا والو. نيت نفعني هذا المشروع اللي بديت في الاول، ربطت على الدجاج ديالي حتى كبر هذا الزرع. هانتوما كتشوفوا تبارك الله كي داير، تبارك الله. كون طلقتو راه ما يبقى حتى حاجه. شوفوا غير هنايا قدام الباب ديالهم، قدام الباب شوفوا واش خلاو فيه. غير كنحل الباب كيخرجوا شي وحدين كياكلوه. ونيت تعرفوا فين وصل المشروع ديالي. ها المشروع هو هذا. هانتوما كتشوفوا الشبكه ديالي دورتها ديك المره، راني وريتها لكم دورتها وصايبتها. بلاتي نشوف. هو تبارك الله وصل على النبي. ندخلوا لداخل ونشوفوا شوفوا المشروع ديالنا النيت. يلا وسينو. هانتوما كتشوفوا البلاصه كما قلت لكم، البلاصه اللي كيكون فيها الدجاج راه ما كيكون فيها لا ربيع لا حتى شي حاجه ما كتصدق مع الدجاج. كما كنقولوا حنايا اللي بغى يدير جرده ولا بغى يدير شي حاجه ما خصش يكون الدجاج. انايا كما قلت لكم ربطوها. هانتوما كتشوفوا من الشبكه لهيه تبارك الله الخضوره، ومن الشبكه لهنا راه ما كاين لا خضوره لا حتى شي حاجه. هما كيدابزوا قدامي تبارك الله. ها هانتوما كما كتشوفوا غير الدجاج بوحديتو، البيبي ما كاينش. تهز هي غير الدجاج بوحديتو، البيبي ما كاينش. البيبي واحد الليله جاو الكلاب كلاوه ليا واللي بقى بعتو. هو بالاخص في هاد الوقيته اللي كيتكال، هاد الوقيته ديال الليالي كما كنقولوا حنايا كيتباع فيه بيبي مزيان. صافي بعت شي وحدين وشي وحدين كليتهم.
ايوا اش غنقول لكم. والاخرى اللي بقات وريتكم قبيله اللي قلت لكم خصتها قصه مسكينه، راه نيت خصتها قصه، راه تقريبا هادي شي 3 شهور ونص باش كلاوها الكلاب، راه باقا مسكينه كتعرج. هانتوما كتشوفوا ديك الدجاجه راها اللي راكبه تما راها في يوميه، ربطتها كتمشي ليا عند الجيران، ما بغاش كاع تجي عندي للدار وانا نشدها نربطها تما، دايرها في الصندوق غير طلقتها تسرح رجليها، ما بغيتش نسد عليها نيشان ديالي كله طلع. ها نتوما كتشوفوا راه غادي طالع صافي، ملي ما شفت ليه والو مشى هرب صافي غضب. اجي نوريكم البيبي اللي بقى ليا، واحد جوج راه بقاو ليا في الدار، بقاو ليا غير نتوات. البيبيين الذكوره بعتهم كما قلت لكم كيتباعوا في هاد الوقيته، المهم الثمن شويه مزيان، وبقاو ليا هاد شي نتوات، شي وحدين قرقت واحد الجوجه هما هنايا راه قربوا تبارك الله يفقسوا، نيت هاد الايام ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما كتشوفوها هما بجوجات، درت وحده حدا وحده باش يمكن ليا انني نجمع الوليدات الا خرجوا بجوج، الا نجمع ليهم. ها هي وحده راسها كيبان، وها الاخرى عاوتاني، ها هما قرقتهم بجوج. ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار يخرجوا راه غادي نصور لكم الكتاكيت الصغار ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال البيبي. ودابا ان شاء الله يمكن لي نشرح لكم السبب ان شاء الله علاش حبست انايا هاد المده كامله ديال 3 شهور. السبب يعني بسيط ماشي شي حاجه، ولكن بالنسبه لي انا راه سبب كبير. يعني الولد اللي كان خدام معايا، اللي كان كيصور ليا ويدير المونتاج ويدير كل شيء، انا في هادشي ديال اليوتيوب ما كنفهمش فيه، ما عنديش معاه. راكم عارفين ان انا في العروبيه دجاج بيبي الغنام اي حاجه، وما هادشي ديال اليوتيوب انا ما عنديش معاه. هو اللي كان كيخدم ليا وكيدير كل شيء، وجاتو ظروف حتى هو وحبس، يعني ما بقاش خدام معايا صافي حتى انا حبست. وغتسالوا كيفاش زعما درت اليوم خدمت هاد الشيء. المهم لقيت واحد اللي يساعدني غيبقى يخدم معايا غير المهم فيديو جوج في الاسبوع حتى تيسر الامور ان شاء الله. وغادي نبقى ان شاء الله نبقاو نديرو فيديو نهاريه نهار لا، المهم حتى تيسر كما قلت لكم الامور. وبالنسبه للمشروع ديالي كما قلت لكم ديك المره غادي نبداه من جديد. انا دابا النيت في الصدد ديالو، النيت راني بديت من جديد، حتى البيبي تبارك الله كما قلت لكم راني بعتو، ودابا رانا مقرقه ان شاء الله غادي نبدا مشروع جديد نيت من بيبي. من يلا قرقت غادي يخرجوا عندي كتاكيت صغار ديال بيبي، والدجاج حتى هو ان شاء الله غادي نقرق، حتى هو غادي نقرق وغنبدا كما قلت لكم مشروع جديد دجاج بيبي تبارك الله وصله عنبي. وحتى الحبشي ان شاء الله هانتوما كما شفتوا راه ما كانش هنايا، حتى هو بعت منه كليت، يعني داكشي اللي قسم الله. المهم اللهم لك الحمد، دابا ان شاء الله غادي يولي كلشي جديد. غنبداو بالكتاكيت هما الاولين، وهانتوما كتشوفوا هنايا غير الدجاجات هما اللي خليت باش يبقاو يبيضوا ليا البيض، كما كيقولوا ناكلو ونوكلو، ناكلو ونقرقوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للاسئله اللي كتخليو ليا غادي نحاول نجاوب عليها، والاسئله اللي كتكرر غادي نحاول نجمعها كامله ونديرها في فيديو. وإلا عجبتكم الفكره خليوها ليا في تعليق باش كلشي يستافد، وما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم والاشتراك في القناه. وكنتمنى اللي ما اشتركش يزيد يشترك باش بالدعم ديالكم نزيدوا القدام. وبسلامه.